قد يبدو هذا المطعم في مدينة الدمام السعودية كأي مطعم آخر للوجبات السريعة، ولكن لهذا المطعم نظام مختلف في محاسبة الزبائن على الوجبات التي يطلبونها ولا يكملونها، حيث بدأ صاحب المطعم بفرض غرامة مالية على كل من يطلب وجبة طعام ولا يكملها، أملا منه في نشر الوعي بين الزبائن ودفعهم إلى الحد من الإسراف. الفكرة بدأت فعليا يعني لما جاء موضوع الصومال بالذات تقريبا مع وسط رمضان أو بداية رمضان، فبدأت الفكرة عندي تتطور، يعني أن قاعد نشوف الفرق بين الإسراف والتبذير في العزايم اللي تكون عندنا بالمناسبات وكصاحب مطعم أنا، بالإضافة إلى وضع الصومال والمجاعات اللي موجودة. بعض زبائن المطعم أبدوا تفاجؤهم بالأمر ولم ينتبهوا إلى اللافتة المشيرة إلى الغرامة، ولكنهم أبدوا إعجابهم بالفكرة في الوقت نفسه. استغربت، يعني جاي ادفع الحساب يقول عليك غرامه لان نسينا اكل زياده او زي كذا، احنا طلبنا طلب زياده يعني يقول انتم ما اكلتوا لك اللي طلبتوه كامل، يعني خلينا ندفع غرامه يعني، بس الفكره حلوه يعني دفعناهم طيب خاطر، يعني هذا اهم شيء في الموضوع. لكن صاحب المطعم أشار إلى أن تغريم المسرف ليس إلزاميا، وإن الغرض منه ليس ربحيا، وغايته نشر الوعي في المجتمع. طبعا هي بتكون معنوية أكثر ما هي إجبارية أو شيء، هي لتعليم سلوك الفرد أن الشيء اللي قاعد يصير غلط، ويعني لمرحلة نوصل مرحلة أن نوقف عندها. أما عن كيفية التعامل مع الغرامات الموجودة فراح تكون إن شاء الله الجمعيات خيرية عن طريق قنوات رسمية نوجهها لهم في دعم إخواننا سواء في الصومال أو غير الصومال. ويبدو أن من بين زبائن المطعم من تعلم الدرس جيدا وطلب كميات طعام صغيرة تسد جوعه وجوع أصدقائه. حيدر الطالبي، BBC.